طبعا سعيدة جدا بتواجدكم النهاردة وبتواجد الحضور في مناقشة رسالتي. وعنوان الرسالة كان يعني مميز جدا، وهو المزاوجة بين الفن التشكيلي والموسيقى. فده كان اختيار لاقى إعجاب كل السادة المناقشين من الدكاترة والمشرفين. والحقيقة أخذت مني جهد أكثر من عامين يعني، بس نظرا لظروف الكورونا يعني اتأخرنا شوية في تطبيق البرنامج، ولكن أنا قدرت على قد ما أقدر إن أنا أتعامل بالعينة اللي أنا بشتغل عليها، وهي الأيتام من سن 9 ل 12 سنة. والحمد لله أن أنا وفقت في اختيار هذه العينة لما يجدوه من قهر وعنف وظلم. فاشتغلت على العينة دي والحمد لله قدرت أحقق الهدف من الرسالة، وهو الطمأنينة النفسية والأمن النفسي لدى هذه العينة من الأيتام. وطبعا من خلال جامعتي، جامعة حلوان وكلية التربية الفنية بالزمالك، وإن شاء الله مكملة بنفس الموضوع في الدكتوراه بإذن الله. تحياتي ليكم. وطبعا أنا عايزة أقول إن أنا بهدي الرسالة دي لروح أبي الموسيقار الراحل حلمي أمين، والأم الجميلة ربنا يخليها لي يا رب، اللي أنا عايشة بدعائها واللي نجحت عشان خاطرها. أمي سيدة الفاضلة بوسينة، وطبعا بإخواتي وبأهلي وبأولادي وبزوجي. كان نفسي يكون موجود معانا بس للأسف ظروف شغله منعته، لكن أنا بجد وبشكرك جدا، وبشكركم إن انتوا جيتوا يعني وتعبتكم معايا جدا النهاردة، وسعيدة جدا جدا بتواجدي معاكم. ألف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقش اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة أمنية حلمي إبراهيم محمد أمين بعنوان فاعلية برنامج قائم على المزاوجة بين الفن التشكيلي والموسيقي لتنمية الأمن النفسي لدى عينة من الأيتام من 9 ل 12 سنة. احنا بنستأذن لفترة المداولة بس. قرار لجنة الحكم والمناقشة إنه في تمام الساعة 11 يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 اجتمعت في كلية التربية الفنية بالزمالك لجنة المناقشة والحكم بناء على قرار السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلوان، والمشكلة من السادة الأساتذة على النحو التالي: أستاذ دكتور عفاف أحمد محمد فراج مشرفا ومقررا، أستاذ علم النفس التربية الفنية قسم علوم التربية الفنية كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أستاذ الدكتور خالد حسن عباس أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية ووكيل كلية التربية الجامعية للدراسات العليا الأسبق جامعة القاهرة مشرفا، أستاذة الدكتورة هالة محمد أحمد حجازي عضو داخليا، أستاذ الموسيقى العربية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، أستاذ الدكتور رضا رزق إبراهيم عضوا خارجيا، أستاذ علم النفس التربوي والقياس النفسي كلية التربية جامعة الأزهر، وذلك لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة أمنية حلمي إبراهيم محمد أمين الدارسة في القسم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية الفنية تخصص علم نفس، وموضوعها فعالية برنامج قائم على المزاوجة بين الفن التشكيلي والموسيقي لتنمية الأمن النفسي لدى عينة من الأيتام 9 إلى 12 سنة. وبعد مناقشة الدارسة في موضوع الرسالة مناقشة علنية، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الدارسة أمنية حلمي إبراهيم محمد أمين درجة الماجستير في التربية الفنية تخصص علم النفس. تنافس اللجنة بطبع الرسالة على CD مدمج وتداولها بين الجامعات.
ألف مبروك يا بنتي، يا البكرية يا عزيزة يا غالية، ومرحانة بيوم. النهارده يوم مش سيعني، يعني اليوم ده بقى عمري كله. شوفي بابا، اشوفك دكتورة يا رب، وسعيدة سعيدة بكل جولنا دكاترة، بكل اللي حضروا لك اليوم الجميل ده. وربنا يمتعك بولادك ويسعد ايامهم، وانت قدوة للعيلة كلها، وشرفتينا كلنا وسعدتينا كلنا يا بنتي والله. الحمد لله، وربنا يكرمك ويسترك ويستر عرضك ويديرك ولادك يا رب، ودايما سعداء بك يا ام بكبر الدكتوراه يا ام والدكتوراه يا رب. شكرا شكرا شكرا. طبعا النهارده انا بعتبره عيد للاسره عندنا، وانا سعيد جدا ان قلنا ان هي فكرت ان هي تحضر الماجستير والدكتوراه، لان ده حاجه كويسه ليها وللولاد، من ناحيه ان هي تفكير في البيت وتفكير في المجتمع. ده حاجه طبعا انا سعيد بيها جدا، وانا سعيد كمان ان هي عرفت تعمل مانجمنت ما بين شغلها وما بين البيت، وما حصلش اي تقطيع، بالعكس كان اهتمامها بالبيت زي اهتمامها بشغلها، وربنا يوفقها. وانا سعيد جدا جدا باليوم ده وسعيد بيها، وربنا يوفقها ويوفق ولاد معاها. شكرا. انا فعلا فخوره بيها جدا، واحنا كلنا يعني فخورين بيها، لان هي تعبت قوي عشان توصل للي هي فيه ده، واحنا ساعدناها كتير وشفنا هي عملت ايه عشان توصل لده. وبقالها يعني كذا سنه بنفس الموضوع ده، يعني بتشتغل عليه جامد وتعبت فيه، يعني كلنا كنا شاهدين على ده بصراحه. فانا فخوره قوي ان انا شايفاها دلوقتي وهي خلاص حققت اللي هي نفسها فيه، واللي احنا كلنا وقفنا جنبها عشان توصل له. انا فخور قوي بماما عشان هي ربتنا كويس وتعبت قوي على هدفها ده، وبقالها سنين كتيره جدا بتشتغل وبتدرس وبتلم معلومات عشان توصل للمكان ده. وانا فخور قوي ومبسوط قوي عشان هي بجد احلى ام في العالم اي حد ممكن يتمناها. احب طبعا اقول لها الف مبروك، عشان هي فعلا تعبت جدا في الرساله دي. الموضوع كان بياخد حيز كبير جدا من وقتها في البيت عندنا، كنت بشوف الموضوع ده وكانت مهتمه بيه جدا. جات الكورونا في نص التحضير وهي بتحضر، وعطلها كتير جدا. رغم ده كله برضو كانت برضو مصممه ان هي تكمل اللي كانت بتعمله، ان هي تنزل تقابل الايتام وتنزل تعمل معاهم لقاءات طبعا، وان هي تركز في التحضير، وموضوع كورونا ما وقفهاش. بس وهي تعبت جدا بصراحه. ويعني انا النهارده فخور ان انا بحضر يعني مناقشه الماجستير لامي، وشايف طبعا اللجنه الكريمه كلها قاعده مبسوطه بالرساله اللي هي محتواها مهم جدا، ومحتواها لازم كله طبعا يحط عليه اهتمام زياده، عشان هو الموضوع الناس ما كانتش مهتمه بيه قبل كده. فطبعا ده فخر ليا وانا مبسوط بيها جدا يعني، والف مبروك يا ماما. عايز اقول لوالدتي الحبيبه الف مبروك، ويا رب على طول من نجاح لنجاح ومشرفانا في كل وقت، ويا رب دايما نعرف نخليكي فخوره بينا، وعلى طول احنا فخورين بيكي في اي وقت. وان شاء الله الدكتوراه بقى المره الجايه. ألف مبروك يا طنط، وعقبال الدكتوراه إن شاء الله. وأنا عارفة إن حضرتك تعبتي قوي، وحضرتك تستاهلي أكتر من كده بكتير. بحبك جدا. بنقول أمنية ألف مبروك، النهاردة تألقت ومبسوطين جدا بالرسالة بتاعتها، ورسالة جديدة، وإن شاء الله نتقابل بعد سنتين في الدكتوراه بإذن الله إن شاء الله. ألف مبروك للدكتورة أمنية، وحقيقة موضوع محترم وبيزاوج بين الفن التشكيلي والفن الموسيقي، وبيتناول متغير من أهم المتغيرات اللي احنا محتاجينها في وقتنا الحاضر، وهي الأمن النفسي.
فالعلم النفسي محتاجينه كلنا يعني. وربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربنا ينفعنا جميعا ويمن علينا بالأمن النفسي، إنه على ما يشاء قدير. وألف مبروك ليكم جميعا وللباحثة بالذات يعني. يعني حضوري اليوم الحقيقة لهذه الرسالة اللي وضعت أسس جديدة لعلم النفس التربوي وعلم النفس المرتبط بالفن وبالثقافة. والحقيقة المرحلة العمرية اللي اتكلمت عنها الدكتورة أمنية كانت حقيقة يعني ملفتة للانتباه في هذه المرحلة اللي احنا محتاجين فيها لمثل هذه الأبحاث ومثل هذه الجهد أو مثل هذا الجهد العلمي اللي يعني بيضيف يعني للحياة وبيضيف للمجتمع المصري إضافات مهمة جدا، وخاصة في علاج سلوكيات هذه المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة. المرحلة العمرية اللي من 9 ل 12 سنة دي مرحلة المراهقة، ودي مرحلة نحتاج فيها فعلا إلى مزيد من هذه الأبحاث. وكان بحث جميل جدا وحضرت المناقشة، والمناقشة كانت بناءة ومثمرة، أضافت كمان ووهجت البحث، يعني البحث توهج بالمناقشة، وده جمال المناقشات العلمية، ان الامور الحقيقه بتتوهج وبتثقل وفيها كمان الجماليات اللي كانت في البحث. يعني البحث طبعا ارتباطه بالفن، ففي جماليات احنا محتاجين نضيفها لحياتنا العلميه الحقيقه. طبعا انا جايه ابارك لصديقتي والعزيزه عندي أمنية، واقول ان اجمل حاجه ان يندمج الموسيقى بالفن في علاج روح مش نفس. يعني علاج الروح اجمل بكتير ان احنا نعالجه بالحاجات الحساسه، بالاغاني، بالرسم، بنخش بقى في الاعماق بتاعه البني ادم ونبتدي نفصصها علشان خاطر نطلع كل الكوابت اللي جوه. دي حاجه جميله وانا مبسوطه ان هي دمجت الرساله بالطريقه دي. مبروك. بحضر النهارده مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالصديقة العزيزة أمنية حلمي أمين، ابنة الموسيقار الكبير حلمي أمين. والحقيقة موضوع الرسالة مهم جدا في الوقت الحالي، وأنا حضرت جزء من مناقشة الرسالة ولقيت أن تفاعل لجنة المناقشة مع الدارسة أمنية وإثراء هذه الرسالة في المجال علم النفس والتزاوج بين الفن والموسيقى. فالحقيقة بقول لها ألف مبروك يا أمنية، وإن شاء الله أتمنى أن أنا أكون حاضر مناقشة رسالة الدكتوراه بتاعتك. أنا أحب النهارده أبارك لها وإن شاء الله تبقى رسالة موفقة، تبقى جميلة وتشرفنا وترفع راسنا دايما. وألف مبروك يا منى، وإن شاء الله عقبال الدكتوراه. جاية طبعا النهاردة ان انا ابارك لصديقتي وصديقة عمري أمنية، وعايزة اقول لكم ان احنا مع بعض تقريبا يعني من بداية سنوات الدراسة ومشوارها الفني وعائلتها طبعا، واحنا تأثرنا بمرافقتنا ليها ولوالدها الغالي طبعا الحاج حلمي. طبعا مهمة جدا الرسالة في انها بتضيف للمجتمع، لان دايما يقال على الفن القوة الناعمة، والقوة الناعمة هي الأكثر تأثيرا على الناس. ويمكن نفتكر كلنا الأغاني، لو أنا بفتكر حاجة درس تعليمي عن طريق إن أنا بسمعه في أغنية بيكون أسرع حفظا وأسهل ولا يمكن أن ينسى. وطبعا الفن هو اللي بيشكل الوجدان بتاعنا والمبادئ بتاعتنا والحياة بتاعتنا، فنقدر نغير مجتمع عن طريق القوة الناعمة، ده قوة الفن. فطبعا الرسالة بتاعت منى أتمنى أنها تطبق علميا في مجال أوسع وتؤثر على ناس أكتر.
تؤثر على ناس أكتر وتؤثر على شرائح مجتمعية أكتر، وببارك لها، وإن شاء الله منتظرين مناقشة الدكتوراه إن شاء الله. يا منمن ألف مبروك يا منمن، أنا فرحان بيكي قوي قوي النهاردة. يمكن أنا كنت معيد في جامعة الزقازيق وما وصلتش للنقطة دي وسافرت، فأنتي بتحققي لي حلمي علشان أنتي أمنية حلمي أمين. ألف مبروك ست الكل، وأنا في منتهى السعادة وفرحان بيكي قوي، وعمال أفكر أنا بعد كده هقول لك يا منمن ولا دكتورة أمنية ولا إيه؟ أنا هقول لك يا منمن وهي تشمل كل حاجة. ألف مبروك يا منمن. ألف مبروك يا أمنية، إن شاء الله يبقى علم نافع وتتبسطي بيه كده، وإحنا اتبسطنا جدا في الرسالة، والرسالة كانت مشرفة جدا وحاجة جميلة. النهارده أبارك للأستاذة أمنية حلمي أمين في الرسالة بتاعتها، إن شاء الله ربنا يوفقها، وإن شاء الله نفرح بيها إن شاء الله بإذن الله. مبروك يا منى، عقبال الدكتوراه ان شاء الله يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. بس بصي بقى، طبعا انا اكيد اقدم واحده في الناس دي كلها، عشان انا اللي من ابتدائي وانا اللي ساكنه قدامك في العماره اللي قدامك، فانا اقدم من الناس دي كلها، لكن زي بعض احنا موقفاهم معانا، ما يجراش حاجه يعني. يخلينا ليكي ودايما معاكي ان شاء الله، وعقبال الدكتوراه ان شاء الله نبقى معاكي ان شاء الله كمان المره الجايه. احنا عشره عمر طويل من ايام الكليه، ويا رب نفضل صحاب كده مع بعض. مبروك يا حبيبتي، جرة العمر وعشرة العمر، ألف ألف مبروك، عقبال الدكتوراه، وعقبال يا رب ما تفرحي بجواز ولادك، واحنا برضو معاكي وانتي في وسطينا، وربنا يخلينا لبعض يا رب. وربنا يخلينا ليكي اصلا يا منى، عشان انتي عارفه بتستمدي قوتك مننا، فربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ويخلينا ليكي، ودايما نبقى مع بعض، ودايما في سعاده، ودايما في الافراح يا قلبي. مبروك يا منى.